لما تقولي للرئيس السيسي كرامه المواطن عندك ما تساويش ان لانه ينام في الشارع او في مناسبات، انت بتتهميه طبعا. ازاي حضرتك تقولي ما فيش اتهامات؟ ازاي الراجل اللي واقف يعني حضرتك اسمحي لي يا استاذه ريهام ارد بقى، ارد امريكا والغرب في الخارج. طب ارد عشان يعني حضرتك واضح ان عندك 20 نقطه ثانيه، ارد عليهم واحده واحده علشان ما يبقاش بس الاصوات بتتدخل. خليها تكمل. ريهام هسمع تعليق الاستاذ عز. اتفضلي. اتفضلي. هي قالت ايه اخر حاجه؟ فكرني يا استاذ وائل. تتكلم عن انك انت اتهمتي الرئيس بانه يتهاون في كرامه المصريين. اللي هو التعبير اللي انت قلتيه لو كان مكسيكي كان خد حقه. تخيلي يا استاذه ريهام، تخيلي بس عشان خاطري، يعني عشان خاطر اي فئه من الشعب المصري، ان لا قدر الله منزل حضرتك انهار وبقيتي في الشارع، وحكومه السيد الرئيس اللي عينها السيد الرئيس عملت لك خيام وقالت لك نامي فيها، او دخلتك انت واطفالك وجوزك ووالدتك ووالدك دار مناسبات على الارض، وصرفوا لك 500 جنيه قالوا لك اتصرفي، هتعملي ايه؟ هتنتقدي رئيس دولتك بايه؟ وحكومتك هتنتقديها وتقولي لها ايه؟ اول حاجه هتقوليها يسقط الرئيس،